النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم وصفه خفيفه كده سهله سريعه نعمل منها كذا اكله تانية. احنا هنا معانا طبعا البصل حاطينه على النار، معانا لحمه مفرومه هنعصجها الاول، وبعد كده اول ما تستوي ونبدا نمشي خطوه خطوه يا جماعه، هنبدا نوريكم ايه اللي ممكن نعمله منها كذا وصفه تانية. هنا كده حاطين البصل على النار، هنبدا نعصجه، حاطين ماده دهنيه زيت وسمنه او زيت بس او سمنه بس، دي اختياري يا جماعه. اول ما يبدا كده يبدا يصفر هرجع لكم. البصل هنا يا جماعه بدا يدبل اهوت شويه. كل ما بيكون البصل متبل كويس او يعني في الزيت والسمنه بتاعته متعصق كويس، بنبدا نحط عليه اللحمه، بيدي طعم حلو جدا وبيتكرمل شويه. فاحنا كده هنا وصل الدرجه اللي احنا محتاجينها، فهنبدا نحط عليه، احنا عندنا نص كيلو لحمه مفرومه، وهنكون عندنا عصير طماطم. نقلب كويس الاول، طبعا مش هنحط ملح دلوقتي، احنا ممكن نحط بس معلقه سكر يساعد في التسويه كويس. وفي نفس الوقت اما نحط عصير الطماطم، معلقه السكر دي يا جماعه بتخلي طعم حلو، في نفس الوقت متبقاش في حموضه في الصلصه بتاعت اللحمه المفرومه. احنا كده حطيناها اهوت، هنبدا نجيب عصير الطماطم. هنا عصير طماطم فريش دوت، هنا مش هيبقى مسبك عشان يستوي يبدا يستوي فيها. نقلبه كويس. طبعا هنكون مجهزين الحاجه قبل ما نبدا عمل حاجه الاكل عموما. هنسيبه بقى كده يبدا يتسبك شويه، يستوي شويه اللحمه، لما تستوي وتتعصب براحتها، ونبدا نرجع لها اما تستوي. وهنا احنا وصلنا لدرجه التسويه اللي احنا عايزينها اللحمه المفرومه وكده، وبدات الصوص بتاعها يقل اهوت معانا. هنبدا نحط بقى دلوقتي الملح وفصين حبهان ومعلقه صغيره فلفل اسود ورشه السكر، وهنبدا نقلب ده كله. طبعا كل ما بتستوي معانا بيبدا البصل يستوي كمان، ما يبقاش يعني فتافيت جامده كده، يبقى ناعم شويه في البق ويدوب كمان مع اللحمه، يبقى طعمه حلو. وهنبدا نكون مجهزين بقى، احنا هنعمل معاهم النهارده، هنعمل معاها طاجن مكرونه ده باللحمه المفرومه، وعندنا هنعمل ايه بطاطس باللحمه المفرومه. فدول مكونين، في بقى كذا طبعا طريقه تانية، بس دول انا قلت ايه اوريهم لكم النهارده. يبني برد بس اللحمه ديت بس تبدا تستوي خلاص كده، كمان دقيقتين ثلاثه وبعد كده نبدا نكمل الوصفه. احنا كده بنسوي فيها بنسوي اللحمه دي كويس عشان تاخد من طعم الحبهان برضو معاها كده، ولو في ورق لورا برضو يا جماعه ممكن يتحط. هي كده خلاص استوت تماما، فاحنا هنطفي عليها ونبدا نجيب ايه بقيه المكونات. احنا جبنا الطاجن اللي هنحط فيه البطاطس اهوت. احنا حطينا هنا شريحه بصل تحت، شريحه بصل بسيطه وطماطم، وهنبدا نرص البطاطس واحده واحده كده. احنا هنا حطينا البطاطس اهي جزء منها، هنخلي بس رق واحد على الوش، وهنبدا نحط اللحمه المفرومه. طبعا احنا هنكتفي بالسمنه اللي هي في اللحمه المفرومه جايه، مش هنزود ولا سمنه ولا زيت عشان الماده الدهنيه تبقى فيها عاليه. وهنبدا نحط بقيه البطاطس اخر شريحه كده تبقى على الوش. احنا هنا هتحط اول رق بقى فوق اللحمه، وتاني وبقيه البطاطس اهي. نبدا نحط بسيط على برضو على الوش لحمه، وبعد كده ايه الصلصه بتاعتها اول. طبعا هناخد جزء بسيط من الصلصه. طبعا الصلصه دي هنتبلينها بملح ومش هنزود لها ملح عشان اللحمه المفرومه اساسا فيها ملح وفلفل، عشان ما تبقاش الحاجه مننا ايه الملح زياده عن اللزوم. هنبدا كده خلاص كده، وهنبدا ايه نحط جزء من اللحمه المفرومه ده على الوش. دي يتاكل يا جماعه مع رز بقى،
رز ابيض، رز بالشعريه. احنا كده خلاص خلصنا الطاجن اهوت. احنا كده عملنا من اللحمه المفرومه بطاطس، طاجن البطاطس او ممكن صينيه البطاطس، ايا كان يا جماعه، هي نفس الطريقه. وكده هنبدا نركنها على جنب عشان نولع عليها الفرن، وهنبدا نجيب المكرونه كمان نعمل طاجن المكرونه. طبعا انا هنا جهزت الصوص بتاع المكرونه باللحمه المفرومه. طبعا احنا هنا طماطم متسبكه وعليها كوبايتين ميه، ونتبلها يا جماعه، وبنبدا تغلي، لازم تكون بتغلي قبل ما نحطها على المكرونه. طبعا دي لو هنعملها طاجن، لو هنعملها مكرونه باللحمه المفرومه كده في الطاجن برضو، بس بيستويها خفيف. وهنا الطاجن معانا اهوت، واللحمه المفرومه طبعا على جنب. احنا هنحط المكرونه، هنحط جزء، وهنبدا نحط اللحمه المفرومه ومعلقتين الصلصه، وبعد كده نبدا نكمل. طبعا انا هنا مش هحط اللحمه المفرومه تحت عشان هنقلبه، لا دي طريقه تانية. انا كده كده الفيديو انزله لكم في القناه مع الوصفه ديت، فيديو طاجن اللحمه المفرومه، المكرونه باللحمه المفرومه لوحده، ده كان له فيديو معمول لوحده. ديت المكرونه باللحمه المفرومه، بس دي على اللي هي الطريقه السريعه بقى الاسهل. كده هنبدا، لازم زي ما قلت لكم الصلصه تكون بتغلي عشان الحاجه ما تعجنش مننا. هقول لكم برده سيبوها في الفرن قد ايه. احنا حطينا هنا نص الكميه، هنبدا نحط كمان مكرونه تاني. طبعا احنا مش هنحط مكرونه كتير لان المكرونه بتموت في الطاجن، وعشان ما تبقاش يعني طعمها مش ما تبقاش سهله يا جماعه كده، طعمها حلو وما تبقاش تقيله. احنا عايزين فيها اللحمه المفرومه والصوص والصلصه تبقى جوش شويه كده، او الحاجات كامله التسويه برضو تبقى خفيفه. معلش بس انا ماسكه التليفون لوحدي عشان بتاعه التصوير اتكسرت. هنبدا نضيف كده. طبعا احنا حطينا طاجن البطاطس في الفرن عشان يستوي، ونغطيه يا جماعه يا فويل، يا اما لو في غطا على قده الطاجن بنغطيه برضو. ونفس الحكايه طاجن المكرونه. طبعا بقى نضيف له شطه، نضيف له ملح وفلفل. طبعا احنا هنا خلاص كده هنحط اخر حاجه في الصلصه. احنا كده كله كده حطينا الصلصه بتاعته. هنبدا بقى نغطيه ونحطه في الفرن ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. احنا هنا خلصنا طاجن المكرونه باللحمه المفرومه، طاجن البطاطس باللحمه المفرومه، وبقيه اللحمه المفرومه اللي هتتبقى يا جماعه نعمل بيها وجبه تانية او وصفه تانية. عندك مسقعه باللحمه مفرومه، لسان عصفور ممكن نحط عليه لحمه مفرومه، مكرونه بالكوسه بالبشاميل باللحمه المفرومه. عندك كذا وصفه لنفس الكميه اللي باقيه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا.